قولوا لنا لما نبقى نبتدي. اهلا بيكم معانا النهارده. معانا الفنان زياد زازا، نجم مهرجان الجونة الفيلم فيستيفال السينمائي، بطل فيلم 60 جنيه، بطولة زياد واخراج المخرج عمرو سلامة. احكي لنا يا زياد كده عن الأغنية الجميلة اللي احنا سمعناها في الفيلم، ازاي هي كانت نقطة البداية كده؟ ايوه، انا كفنان قدير ليا حجم في السوق وطولي، ممكن ما اجاوبش على السؤال عشان انا فنان. فالفن بيدي لك المشروعيه ان انت تعمل اللي انت عايزه. يعني ممكن اقوم اسيبك وامشي دلوقتي، بس انت كينج، فانا ما اقدرش اعمل معاك كده. حبيبي انت كينج بجد اخويا والله. انت عارف انا بحبك قد ايه. ده حصر ليكوا يا جماعه، ده حصر ليكوا في يعني فالاغنيه كانت حلوه. انت اتبسطت بيها اول مره سمعتها؟ والله انا سمعتها اتفاجئت، يعني اول مره اتفاجئت لما سمعتها وحسيت انها لا دي اغنيه فيلم. ايوه، دي هوليوود. ممكن 5 دقايق عشان احنا فنانين نرد على المكالمه ولا دي بوليوود، دي هوليوود. بوليوود تسمعها كده، دي فيلم مسلسل طبعا. مشروع كبير لو تفهم قصدي. طيب، وبالنسبه طبعا احنا شفنا تجربه التمثيل بتاعتك، غول زي ما بيقولوا، غول يعني تمثيل، غول يعني كلهم قالوا لي كده والله. بس ما تحس ان انت غول، بتحس ان انت كبير، حجمك كبير، شخص قدير، فنان كبير. اتمنى ما تحسوش. لا ما اظنش. ليه؟ مش حاسس ان انا هبقى غول في التمثيل. غولت زمان انا، بس غولت زمان. شفت انا الاعلانات الحاجات. غولت زمان بس. بس يعني فكانت اغنيه لطيفه، اتبسطت بيها. عارف الردود دي. بس اتبسطنا ان احنا اشتغلنا مع بعض، واتمنى الاغنيه. يا زياد عايز اسالك، الناس كلها لا شفت كلامي. انا لسه في حاجه كمان حسيتك يعني عايز حد يخرجك، يعني حسيتك اتزنقت شويه في الاخر كده خلاص. بس لازم ارجع بقى اللي هو انت ايه ده. ايوه ماشي. طب في سؤال بقى، الناس كلها من ورا الكاميرا حتى هو عماله تقوله لي، يعني بتسالني هل زياد هيكمل في التمثيل؟ كل الناس تسال هتكمل ايه حوار والله لو خايفين مني يقتلوني يعني. حاولوا تتخلصوا مني بدري علشان مش هسيب لحد حاجه. حصري لسكوب امباير، خلي بالكم يا جماعه. المعلومات دي حصريا هنا بس. اللي عنده حاجه ينزلها رمضان او عايز فرصه، هي دي فرصته قبل ما الغول هينزل. هتتغربل، هيضلمها على الجميع. مش هسيب حد والله. وانت لو مثلت والله مش هسيبك. توم كروز، وير كامينج فور يو. خاف على نفسك. وير كامينج فور يو. مش هو ساند. ممكن نتكلم عن بترول والغنى بجد؟ يعني نتكلم بجد؟ نتكلم بجد. يلا جد. هننزل مزيكا امتى يا زياد؟ ايوه. يعني مش عارف، انت شايف امتى؟ دي بتاعتك بقى. احنا يعني طبعا احنا البلانز كلها واقفه الصراحه. طبعا يعني في حاجات كتيره قوي، في حاجات اهم محتاجين. صح. معانا في البايب لاين حاجات كتير، بس هو زياد احنا لحد دلوقتي مش عارفين نعمل حاجه ليها دعوه بالمزيكا ولا ننزل حاجه، لانه الموضوع تقيل الصراحه علينا، يعني لو نتكلم بشويه جد يعني. بس في بلانز ان شاء الله، اول ما الموضوع يهدى، اول ما يبقى في كلاريتي عن السيتويشن اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين، نشوف شويه ستابيليتي في المنطقه، والناس اصلا تبقى عندها اصلا قابليه انها تسمع مزيكا او تتبسط او تعمل كده. في نوعدكم انه في مزيكا تبسطكم بصراحه.